استاكوزاية شكلها جميل، بص كده على عينيها وعلى وشها من قدام، وبص كده على الظهر، ولما اقلبها هتتفرج تقول الله، كأنك ماسك سبيك الذهب. دي استاكوزا يا جماعة هي الأغلى وهي الأعلى وهي الأفضل في القيمة الغذائية، طبعا بتحتوي على كل حاجة. الله، يلا نقول الحكاية حلوة ونبتدي بذكر الله وصلاة للحبيب النبي. شايفين أنا هفتحها من الراس أهو، بضغطة كده على السكينة هنزل هتتفتح معايا. طبعا احنا هنا سلقناها لمدة ايه؟ لمدة ربع ساعة. شوية مية، حطينا الاستاكوزا، اتسلقت معايا في ربع ساعة بالظبط. وبعد ما افتحها كده هديلها شطفة تحت الحنفية عشان اغسل الراس اهو. خلي بالكم لو في بطروخ اوعوا ترموا البطروخ بتاعها، لان هو طبعا ما اقولكمش بقى في عرق كده في الجنب شيلوه، يبقى حشطه في الراس واشيل الايه؟ العرق تحت الحنفية اهو. بص على المنظر، الله. يلا شطفة، تمام. هنحطها بقى على الجريلا كده بشوية زيت تصفي المية بتاعتها، ونعمل شوية صوص حلوين. أبسط صوص هو إيه؟ شوية زبدة عليها، شوية شبت، ليمونة، بس على كده. طيب الصوص اللي أنا عامله هنا فيه تزويدة حلوة، طبعا فيه شوية خضار مشويين، تمام. وده الصوص أهو، هتلاقوه تخين شوية. يعني جبت الزبدة حمرت فيها شوية توم، نزلت عليهم بشوية دقيق، شوية كريمة، وصفرت اللون ده بقى بايه؟ سنة كركم بسيطة ومعلقة مستردة وعصرة ليمونة وبرتقانة وشوية شبت. طبعا بتحط سنة ملح بسيطة على الصوص، معهم فلفل اسمر وشوية كمون، وعلى كده هتحط الصوص عليها. لو هو سخن بتتقدم بالشكل ده كده. لو عايزين ندخلها الفرن تاخد وش بعد ما تحط عليها الصوص ده، مفيش اي مشكلة مع الخضار، ده ماشي وده ماشي. وابسط صوص قلنا الزبدة والفلفل الاسمر والليمون والشبت. يا رب يكون كلامه واضح. في افضل من كده بكتير. استنوني واشتركوا معايا في القناة، اهم حاجة. اشوفكم على خير.